فخامة الدكتور الأستاذ نيشيروان بارزاني، سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ فائق زيدان، أصحاب المعالي والسعادة والسيادة، السيدات والسادة الكرام، يسعدني جدا أن أشارككم في هذا الجمع الكريم وفي لحظة حاسمة وفي ظروف استثنائية يعيشها العراق وتعيشها المنطقة. كلمة الأستاذ نيشيروان بارزاني كانت جامعة وشاملة لشؤوننا الوطنية وللشأن الإقليمي والدولي بشكل عام. فلسطين الجرح النازف في عالمنا الإسلامي وفي الرأي العام العالمي. ننظر إلى ما يحصل من مجازر في فلسطين بألم كبير، وكلنا أمل في تفعيل قرار مجلس الأمن بإيقاف هذه الحرب بأسرع وقت ممكن، كما نتمنى أن يعود الاستقرار لبلادنا حينما ترتفع الحكمة في المواقف وفي سلوك الأطراف جميعاً. نحن بأمس الحاجة إلى أن نتعاطى بحكمة في التعاطي مع الأوضاع الإقليمية. الشرق الأوسط دفع ضرائب كبرى على مدار العقود الماضية ودخل في حروب طاحنة، وحان الوقت ليعيش الاستقرار والأمان والازدهار والإعمار في هذه المنطقة الكريمة. العراق البلد الذي ينمو بالتدريج ويتعافى ويخرج من عنق الزجاجة بعد عقدين من ظروف استثنائية مر بها أمنياً واجتماعياً وسياسياً والتباسات وهواجس إقليمية. حان الوقت لينطلق العراق انطلاقته الكبيرة بإذن الله تعالى، ونلاحظ أن التراكم الإيجابي قد بدأ بالفعل في عملية البناء والإعمار، وأيضاً التفاهم السياسي. لا زال هناك بعض الملفات العالقة كلنا أمل في إمكانية معالجتها، ومنها انتخاب رئيس لمجلس النواب في وقت قريب، وأن نتهيأ للتعايش والتعاون والتكامل مع بعضنا وبناء تجربتنا العراقية على أسس صحيحة وسليمة يستشعر فيها جميع العراقيين حقوقهم وحضورهم وفرصهم بشكل عادل. أعزائنا الإيزديين يعيشون فرحتهم في هذا اليوم، ونحن أيضاً نتضامن معهم ونبارك لهم هذه الفرحة ونتمنى لهم عيداً سعيداً. يبدو هناك ندوة مطلوب حضورنا فيها. أنا أكتفي ببيان هذه الملامح العامة وأترك المجال في التفاصيل الأخرى للندوة. شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله.